ألونسو مدربين الصاعدين في أوروبا، وقراءته الفنية تستحق التوقف عندها. إليك تحليلا فنيا لأسلوبه. الأسلوب التكتيكي واحد. المنظومة المفضلة: يفضل اللعب ب3-4-2-1 أو 3-5-2 مع مرونة للانتقال إلى 4-2-3-1 حسب الحاجة. يعتمد على بناء اللاعب من الخلف مع استغلال الأجنحة بشكل واسع. الثاني بناء اللاعب build up play. يبدأ الهجمة من الحارس وقلب الدفاع، ويدفع بلاعبي الوسط خصوصا المحور لاستلام الكرة والربط. يستخدم الجناح العكسي واللاعب الحر بين الخطوط لإيجاد زوايا تمرير غير متوقعة. الثالث الضغط العالي high press. يطبق ضغطا منظما عند فقدان الكرة، لكنه ليس اندفاعيا. يتمركز اللاعبون لقطع التمريرة التالية بدلا من الاندفاع العشوائي. يعرف متى يضغط ومتى يعود، ما يوفر توازنا دفاعيا. الرابعة التحولات transitions. يجيد الانتقال السريع من الدفاع للهجوم، خاصة عبر التمريرات العمودية القصيرة. يشجع على التحول السلس باستخدام لاعب الوسط القائد الذي يلعب دور العقل المدبر. الخامسة المرونة التكتيكية. يجيد تغيير الرسم الخططي خلال المباراة دون تغيير اللاعبين. يتفاعل جيدا مع مجريات اللعب ويقرأ الخصم بسرعة. السمات الفنية البارزة في فرقه: الانضباط التكتيكي، الذكاء في التمركز، التحولات المنظمة، إشراك اللاعبين الشباب وصقلهم، كرة حديثة بمزيج من الاستحواذ والفعالية. التأثير من مدربين كبار. ألونسو تأثر بعدد من المدربين الذين لعب تحت قيادتهم، مثل مورينيو التنظيم الدفاعي والانضباط، أنشيلوتي التوازن بين الحرية التكتيكية والانضباط، غوارديولا فلسفة الاستحواذ والتفاصيل الدقيقة في البناء. التحديات المحتملة: الضغوط العالية في مدريد. الفوز مطلوب دائما، وقد لا يكون هناك صبر على بناء طويل المدى. إدارة غرفة الملابس المليئة بالنجوم، أمر يحتاج لخبرة ومهارات شخصية قوية. مقارنات مع أنشيلوتي أو زيدان. توقعات الجماهير ستكون كبيرة جدا. الخلاصة: ألونسو يمتلك المؤهلات الفنية والشخصية للنجاح مع ريال مدريد، لكن نجاحه سيتوقف على مدى قدرته على التأقلم مع الضغوط وطبيعة النادي. إذا حصل على الدعم والإدارة منحته الوقت، بأن فرصه بالنجاح كبيرة.